تخيل معايا كده الموقف ده. انت خارج من البيت، قفلت الباب، بتنزل على السلم خطوتين، وفجأة صوت صغير في دماغك بيقول لك هو انت قفلت الباب ولا نسيت تقفله؟ هترجع تطلع السلم تاني تتأكد ان الباب مقفول، تنزل تاني، وبعدين هتلاقيه بيقول لك طب وايه اللي يضمن لك انك قفلته كويس؟ ما يمكن ما اتقفلش. ارجع تاني، وتفضل في الدوامة دي لغاية ما تلاقي نفسك بترجع 5 أو 6 مرات، وفي الآخر هتتأخر على مواعيدك. هل ده مجرد شك؟ هل دي وسوسة؟ ولا هل دماغك بيعمل عليك كمين وعصيان مدني؟ ده اسمه في علم النفس وفي الطب النفسي الوسواس القهري أو Obsessive Compulsive Disorder، أو المعنى المشهور بيه ال OCD. مرض مش بس مجرد نظافة زيادة أو حرص مبالغ فيه، لا، ده اضطراب نفسي حقيقي ممكن يقلب حياة صاحبه لكابوس حرفيا. بتجيله أفكار ملحة وغريبة اللي هي الوساوس، وغصب عنه بيعمل تصرفات قهرية عشان يتخلص من القلق ده. والموضوع ده مش بيصيب الناس العادية بس، بالعكس، ده في مشاهير وعباقرة كانوا بيعانوا من الموضوع ده. طب هو ايه الحوار؟ تعال نفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناة دماغ آخر الليل. الوسواس القهري أو ال OCD مرض نفسي بيتكون من حاجتين: وساوس اللي هي أفكار متكررة ومزعجة، وأفعال قهرية، تصرفات بتعملها غصب عنك علشان تهدي الوساوس دي. يعني مش مجرد حد بيحب النظافة ولا شخص بيحب الحاجة تبقى مظبوطة، ده اضطراب بيأثر على حياة الشخص بالكامل، من النوم للأكل للشغل للعلاقات الاجتماعية. على حسب كلام ال ABA اللي هي الجمعية الأمريكية للطب النفسي، بين 1 ل 2% من كل الناس مصابين بال OCD. يعني تقريبا كل 50 شخص في واحد منهم رسمي عنده OCD. عندنا واحد من أذكى وأغنى وأشهر رجال الأعمال في التاريخ الأمريكي، وهو رجل الأعمال هوارد هيوز. الراجل ده كان مهندس طيران عبقري، منتج سينمائي ناجح، مستثمر ملياردير. حياته كلها كانت زي أفلام هوليوود بالظبط، لحد ما الوسواس القهري دخل حياته وحولها لجحيم. سنة 1976 في أواخر أيامه، هيوز بقى عنده وسواس قهري شديد جدا، خصوصا في النظافة والجراثيم. كان عنده خوف مرضي من أي تلوث، لدرجة إنه كان بيعزل نفسه تماما عن الناس. كان بيخلي الموظفين عنده يعملوا طقوس معينة علشان يسلموه أي حاجة. يعني لو حد جه يسلمه ورقة، لازم يكون لابس 3 طبقات مناديل فوق بعض على الورقة عشان يعرف يسلمها له، وبعدين يحط الورقة دي في ظرف والموظف بيسيبها على الترابيزة، وهو بيجي ياخدها برضه بنفس الطقوس المعقدة دي. تخيل كده مديرك في الشغل بيعمل معاك كده عشان هيسلمك ورقة، كنت تقول عليه ايه؟ ده مجنون رسمي. هيوز وصل بيه الحال انه كان بيقضي شهور في غرف مظلمة ومنعزلة عشان مش عايز اي حد يقرب منه. كان بيطلب علب مناديل بكميات مهولة وبيستخدمها في كل حاجة. حياته اللي كانت مليانة مغامرات ونجاحات انتهت بعزلة تامة عن بقية الناس بسبب سيطرة الوساوس دي عليه. قصته دي وثقها فيلم شهير جدا اسمه ذا افياتور، ده بطولة الممثل ليوناردو دي كابريو، واللي وضح فيه المعاناة الحقيقية اللي هيوز مر بيها. ودي مش القصة الوحيدة. فنان مشهور ومعروف زي ليوناردو دي كابريو اللي لسه قايلين عليه حالا دلوقتي انه عمل قصة حياة هوارد هيوز في فيلم ذا افياتور، هو نفسه كان عنده وسواس قهري. تخيل، يعني هو كان عنده وسواس قهري وعمل فيلم عن قصة حياة واحد عنده وسواس قهري برضه. اعتقد ما كانش في حد هيقدر يعمل الفيلم ده غير ليوناردو دي كابريو. ليوناردو دي كابريو اتكلم عن نفسه انه وهو صغير كان بيرجع يمشي على نفس الخط اكتر من مرة. ما كانش بيحب يمشي على بقع في الارض. كان ممكن يقضي مثلا ربع ساعة علشان يوصل لموقع التصوير، مع انه بينه وبين موقع التصوير ما يكملش 3 دقايق. او بيلمس حاجات بطريقة معينة. بس مع كده بقى ممثل عالمي واشتغل على نفسه بالعلاج السلوكي، لانه في النهاية اتعامل مع ده بالادوية والجلسات، وابتكر لنفسه طريقة بتقول ما تستاهلش، وقف عندها. لما تحس انها بتبتدي تتحكم فيه، قدر يقلب ضعف الوسواس القهري لمصلحته، خصوصا في فيلم ذا افياتور لما دخل الدور وسمح لنفسه يفلت من السيطرة علشان يطلع الأداء الصح. خد عندك كمان ليونيل ميسي لاعب الكرة المشهور. ميسي كان بيعاني من أعراض وسواس قهري برضه. كان بيعد خطواته وهو ماشي، كان لازم يحط رجله اليمين الأول قبل رجله الشمال. ترتيب هدومه في الدولاب بتاعه كان مترتب بشكل معين ما ينفعش يتغير، والكلام ده على حسب تصريحات من المقربين منه. مشهور عنه إنه كان بيراجع نفسه خلال أول دقايق المباراة، بيمشي يتأمل الملعب بدل ما يندفع ويطلع يجري مرة واحدة. هي دي كانت طريقته، ان هو بيأمن نفسه قبل ما يبتدي اللعب، بيهدي اعصابه وفي نفس الوقت بيراجع الخصم
اللي هيلعب قدامه، لدرجة إن جت عليه فترة كان بيرجع فيها قبل المباريات الكبيرة من شدة التوتر والقلق اللي عنده روتين مظبوط قبل كل مباراة لازم يعمله، يلف حوالين الملعب بهدوء كأنه بيصفي دماغه بالظبط، ويشوف طريقة شغل الدفاع وابتعاد اللاعبين، وبعد كده يدخل في اللعب بتركيز شبه جماعي وبأداء ذهني عالي جدا. تصرفاته اللي كان بيعملها في أول المباراة مش مجرد تخبيط عشوائي، هو بيبني طقس ذهني بيعزز أدائه بعد كده بحركة الجهاز العصبي وحنين التفكير أو نوستالجيا أوف ثينكينج، بيحافظ على تحكمه. الوسواس هنا مش اضطراب لكنه استراتيجية توازن ذهنية. الأبحاث بتقول إن الرياضيين باستخدام الطقوس قبل الأداء بيقللوا القلق والتوتر وبيزودوا أدائهم. ميسي كان بيستغل الوسواس اللي عنده علشان يضمن ثبات الأداء تحت الضغط، ومش بس جسمه اللي كان بيعمل كده، دماغه كان بيبني لوحة للملعب وسيناريوهات الخصم في الأول، وبعد كده جسمه بينفذ من غير استعجال وهو هادي ومظبوط. هو ما كانش بيعاني من اضطراب مرضي، لكن الوسوسة شكلت أداة ذهنية ترفع الأداء والتحكم تحت الضغط. بدل الموضوع ما يكون مجرد غسيل إيدين، هتبقى تهيئة ذهنية قابلة للنصر. كان بيخلي الطقس الذهني واضح يرضيه ويقوده بنفسه. أهم نقطة في الفرق بين إنك هتسيطر على الوساوس ولا هي اللي هتسيطر عليك. طيب ايه اللي بيحصل في دماغنا لما بنتعرض للوسواس القهري؟ الموضوع ده مش مجرد هزار او قله ايمان زي ما ناس كتير بتفتكر عن الموضوع ده اضطراب حقيقي في كيمياء المخ وطريقه عمل دوائره العصبيه. الدراسات الحديثه باستخدام تقنيات زي الاف ام ار اي او تصوير الرنين المغناطيسي والاي اي جي او تخطيط كهربيه الدماغ كشفت لنا حاجات مهمه جدا. العلماء لقوا ان في خلل في التواصل بين مناطق معينه في المخ، خصوصا منطقة القشرة الأمامية المدارية أو Orbitofrontal Cortex اللي هي مسؤولة عن اتخاذ القرار والإحساس بالخطر، وبين منطقة تانية اسمها النواة المدارية أو كوديت نيوكليوس اللي بتساعد في فلترة المعلومات وتنظيم الأفكار. كأن في جرس إنذار في دماغك بيفضل يرن طول الوقت حتى لو مفيش خطر حقيقي، وفي فلتر معلومات مش قادر يوقف الأفكار دي. الخلل ده بيخلي الشخص اللي عنده الوسواس القهري يحس إن في شريط بيعيد نفسه في دماغه، أفكار ملحة ومزعجة بتيجي غصب عنه زي الخوف من التلوث، الشك إنك قفلت الباب ولا لا، أو أفكار عن العنف، أو حتى أفكار دينية معينة. الأفكار دي بتسبب له قلق ورعب شديد جدا، وعلشان يتخلص من القلق ده بيقوم غصب عنه بتصرفات قهرية زي غسيل الإيدين بشكل مبالغ فيه أو مراجعة الأشياء وترتيبها بطريقة معينة. التصرفات دي بتريح القلق مؤقتا، بس بتكرر الدورة دي تاني والموضوع بيتحول لحلقة مفرغة. والأبحاث بتقول إن في عوامل وراثية ممكن تلعب دور في الموضوع ده. يعني لو في حد في عيلتك عنده وسواس قهري ممكن أنت تكون أكثر عرضة للإصابة بيه. كمان الضغوط النفسية الشديدة والصدمات ممكن تكون عامل مساعد في ظهوره. يعني الموضوع ده مش دلع ولا قلة حيلة، ده مرض بيحتاج فهم وعلاج. الوسواس القهري مش بس بيسبب قلق، لا ده ممكن يدمر حياة صاحبه تماما. تخيل لما بتبقى تصرف ساعات طويلة كل يوم في تكرار نفس الفعل، هتغسل ايدك 50 مرة، هتراجع كل قفل في البيت، او هترتب الكتب والالوان بنفس الحجم او بنفس ترتيب الالوان بالملي، وده بيأثر على كل جانب في حياتك. اول حاجة بيأثر على علاقاتك الاجتماعية والمهنية. الناس ممكن تفهمك غلط او بتفتكر انك بتدلع او مهووس، هتلاقي نفسك بتخسر صحابك وبتخسر شغلك. ممكن مثلا مديرك في الشغل يزهق من كتر تأخيرك او من بطئك في انجاز المهام او الشغل اللي عليه بسبب الظروف القهرية اللي بتعملها. العلاقات الأسرية كمان بتتوتر جدا، خصوصا لو أهل البيت مش فاهمين طبيعة المرض ده. تاني حاجة بيسبب إرهاق جسدي ونفسي رهيب جدا. الشخص اللي بيعاني من الوسواس القهري بيكون طول الوقت في حالة قلق وتوتر، وممكن يجيله أمراض جلدية من كتر غسيل إيده أو آلام في المفاصل من كتر التكرار. الأهم إنه بيسبب إرهاق عقلي لأن دماغه مش بيرتاح من الأفكار الملحة دي. كأنك بتجري في سباق 24 ساعة في اليوم وبتنام علشان تكمل الجري اللي انت كنت بتجريه في أحلامك. يعني صاحي بتجري، نايم بتجري. وعلى فكرة المرض ده ممكن يصيب المراهقين والأطفال كمان، وده بيأثر على دراستهم وعلى نموهم النفسي والاجتماعي. يعني سجن حقيقي جوه دماغك بيمنعك تستمتع بالحياة. طب ايه اللي يخلينا نخش في الدوامة دي؟ الأسباب زي ما قلنا في جزء منها وراثي وجزء تاني ليه علاقة بكيمياء المخ والدوائر العصبية. عندك كمان الضغوط النفسية، الصدمات، الإهمال في مرحلة الطفولة. يعني الموضوع ده طبخة مكوناتها كتير جدا ومش بالضرورة يكون في سبب واضح أو واحد لكل الحالات. العلاج الأساسي للوسواس القهري بيعتمد على حاجتين. أولا العلاج الدوائي
او الميديكيشن. وثانيا العلاج السلوكي المعرفي اللي هو Cognitive Behavioral Therapy. العلاج الدوائي بيكون غالبا بمضادات الاكتئاب زي الفلوكسيتين والسيرترالين اللي بتشتغل على ماده السيروتونين في المخ، واللي بتساعد على حده تقليل الافكار الوسواسيه والقلق، وبتساعد العقل يرجع يعمل الفلتره اللي كان ناسيها. كمان في دراسات حديثه على تحفيز الدماغ الكهربي او الزرع العميق لاجهزه بتحفز مناطق معينه، بس دي طبعا للحالات الشديده جدا او المتاخره في الوسواس القهري. اما العلاج السلوكي المعرفي وبالذات تقنيه اسمها التعرض ومنع الاستجابه Exposure and Response Prevention او الاي ار بي، دي بقى بتعتبر الكابتن بتاع الدماغ. الدكتور بيخلي المريض يتعرض لمصدر القلق بتاعه اللي هو مثلا يلمس حاجه بيخاف منها، بس بيمنعه انه يقوم بالتصرف القهري اللي هو ما بعد ما يلمس الحاجه دي، زي غسيل الايد. في الاول الموضوع بيكون صعب ومؤلم جدا، بس مع الوقت والتدريب الدماغ بيبدا يتعلم ان الخطر اللي بيتوهمه ده مش حقيقي، وان التصرف القهري اللي كان بيعمله ملوش اي لازمه. كانك بالظبط بتعيد برمجه دماغك من اول وجديد. القصص دي بتورينا ان الوسواس القهري مش نهايه العالم، وفي امل كبير في العلاج، وفي ناس كتير اتعافت ورجعت لحياتها الطبيعيه. اهم حاجه هي التشخيص المبكر والدعم النفسي، وطبعا عدم الخجل من طلب المساعده، لان الموضوع ده مش ضعف، ده مرض وبيحتاج علاج. بعد كل اللي سمعناه ده انا عندي سؤال ليكم في الكومنتات. كل واحد فينا عنده طقوس او عادات بسيطه بيكررها كل يوم من غير ما يحس. ايه ابسط حاجه انت بتعملها بشكل متكرر لدرجه انك ممكن تكون وسواسي في الحاجه دي بس على خفيف يعني؟ هل بترتب كوباياتك بطريقه معينه؟ هل بتراجع شنطتك 100 مره قبل ما تخرج؟ هستنى اجاباتكم اللي هتخلينا كلنا نضحك على الطقوس الغريبه اللي بنعملها. في الاخر الوسواس القهري ده بيورينا قد ايه المخ كائن معقد وغامض، وازاي ممكن جزء صغير فيه يقلب حياتنا راسا على عقب. بتورينا ان التصرفات والافعال القهريه دي مش مجرد اختيار، دي اعراض مرض، بس في الاخر في امل كبير في العلاج والتعافي. فالمره الجايه وانت بتشوف حد بيعاني من الوسواس القهري افتكر ان دماغه مش بيعمل كده بمزاجه، افتكر انه محتاج دعم ومحتاج تفهم مش سخريه واتهامات، وافتكر ان دماغك ده هو صاحبه حتى لو ساعات بيقلب معاك صديق كذاب او صاحب رخم. المهم انك تعرف تتعامل معاه وهتخليه يرجع لطبيعته. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه اعمل لايك، اشترك في القناه وشغل الجرس علشان دماغك تستاهل تبقى دماغ اخر الليل. سلام.